اليوم بالنسبة لكافة الأمنيين المتواجدين بولاية المهدية، الغاية متاعنا بالتنسيق مع مختلف مكونات المجتمع المدني والاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية، نسعى من خلاله التأكيد على أمن محايد، التأكيد على أمن جمهوري، التأكيد على أمن نسعى من خلاله تكريس أمن جمهوري بعيد على كل التجاذبات السياسية، بعيد على كل التفاعلات وكل ما من شأنه أنه يغلب حزب سياسي على آخر. نحن بالنسبة للغاية متاعنا هو فرض الأمن، وخاصة في ظروف الراهنة، ظروف اللي هي من خلالها لاحظنا أن زملائنا وقع الاعتداء عليهم، الاعتداءات هذه كانت متكررة في العديد من المناسبات، وخاصة يعني في الفترة الأخيرة اللي لاحظنا فيها يعني تصاعد حدة هذه الاعتداءات، وهذه خاصة في زملائنا بالنسبة للقاصرين في جبل الشعامبي. ومن خلال الوقفة هذه المسيرة هذه نؤكد أنه أمن تونس بإذن الله هو أمن جمهوري، ونأكد على إصرارنا وعلى تأكيدنا بأنه بقدرة ربي الأمن في خير، وأن يعني المستقبل يكون خير من الواقع اللي نعيش فيه. وقفة احتجاجية اليوم، احتجاج على صاير حاليا في شعب جبل الشعامبي، ولا صاير في زملائنا من الحرس وامن وطني وجيش وطني وتفجيرات واستهداف الامنيين بصفه واضحه، وعدم تصريح الاداره نتاعنا بتشريع قانون يحمي الامنيين بصفه عامه وتجريمهم من مكافحة الإرهاب، من حوادث الشغل، من ما جميعه. احنا كأمنيين اليوم واقفة مع المجتمع المدني، ينبى ثقة عليه هذا كل الناس كل تتفرج علينا، أمن جمهوري محايد بعيد عن التجاذبات السياسية في خدمة الوطن المواطن، لكن الوطن هذا العزيز علينا والعلم العزيز علينا كل واحنا ما نحش باش نفكوا آخر قطرة دم من دمائنا لفداء الوطن. المسيرة هذه تشارك فيها مجموعة من كافة شرائح المجتمع المدني، فيها أحزاب سياسية، نطالبوا فيها في المسيرة هذه نطالبوا فيها بنبذ الإرهاب، بنبذ العنف من حيث مأتاه، ومن جملة الشعارات اللي ندوا بها هو تفعيل قانون عدد الضرب، إطار قانوني يحمي رجل الأمن في ممارسة مهمته اللي هي معناها في يوم من الأيام معناها حتى كي يجي يطبق القانون ولا مستهدف من طرف ناس تصطاد في الماء العكر كما الأحزاب السياسية، البعض من الأحزاب السياسية اللي حاجتها تضرب الأمنيين، ومعناها تركب على الحدث هذا احنا ندوا به ونطالبوا بدولة القانون، دولة المؤسسات اللي تحمي دولة، مش تحمي احزاب سياسية ولا اطراف اخرى اللي تحب تركب على الحدث، كما وقع سابق مع النظام السابق، استغل المؤسسة الأمنية، استغلها باش يمر مشاريع وباش يمر المنهجية نتاعو باش يستعبد العباد ويواصل في الاستبداد نتاعو. والسلام عليكم، هذا اللي حبيت نوصله لكم.